السؤال هنا بقى، طب هل ده فعلا بجد حب ولا تعلق مرضي او علاقه سامه؟ طيب ايه اللي هيحصل لو الشخص ده سابني وبعد عني؟ طيب تعالوا نفكر مع بعض كده. هل قيمتنا عند الناس بتتحدد بمدى عطائنا، يعني بالمشاعر او الحاجات اللي احنا بنديها بس؟ هو يعني الشخص ده بيحبني عشان الحاجات اللي انا بقدمها له والمشاعر والحاجات اللي انا على طول ببقى مبادر وانا اللي بعملها الاول بس، ولا بيحبني عشان نفسي؟ طيب لو منعت الحاجات دي، هل الشخص ده هيفضل موجود في حياتي ولا هيسيبني ويمشي؟ الحب مش عطاء وتضحيات بس، يعني ما ينفعش اكون في علاقه وانا اللي على طول ببادر من المشاعر. يعني انا اللي بدي اهتمام، انا اللي بدي حب، انا اللي بسامح، انا اللي بصالح، وفي المقابل ما باخدش اي حاجه خالص. ما ينفعش يكون العطاء او الحاجه اللي بقدمها دي اكبر من حجمي او اكبر مني وبتاثر عليا. يعني ما ينفعش ان انا عشان ابسطك او عشان تكون كويس او مبسوط اكون انا بعمل حاجه اكبر مني واكبر من حجمي وبتاثر عليا وبتضرني علشان بس في المقابل تبقى انت مبسوط وكويس وما تبعدش عني او تخسرني. وكمان الشخص اللي يقارن علاقته بيك بالحاجات اللي انت بتقدمها بس، يعني بيقارن ويشوف هو حبك ليه بمدى الحاجات اللي انت بتقدمها، ده اصلا من الاول ما اسموش حب او ما اسمهاش علاقه سويه او علاقه ناجحه. ده كده اسمها علاقه ضاره او علاقه مؤذيه، او حد بيضرني وعايز يستهلكني ويسحب مني كل طاقتي وكل اللي عندي بس مش عايز انه يديني. ما ينفعش تكون علاقه جايه من طرف واحد بس، لازم تكون العلاقه متبادله من الطرفين، خد وهات. زي برضه ما ينفعش انه يزعل لما اطلب ان انا اخد حق انا كمان، او انت زي ما انا بعمل انت تعمل معايا، ولما بنعمل كده يروح سايبني وماشي.